اتكلم شويه عن النادي الاهلي بقى. مباريات اليورو ومتابعه الناس لليورو اجلت اجتماعات مجلس الاهلي والمكتب التنفيذي خلال هذا الاسبوع، وجاء التاجيل بسبب تعارض مواعيد المباريات مع مواعيد عقد الاجتماعات. يعني زي ما انتم شايفين المباريات كلها جميله، ما فيش مباراه تقول يعني انت حتى في ماتشات تقول ايه يا عم ماتش زي اوكرانيا والسويد امبارح يا عم، شو انجلترا وفرنسا اقوى مليون الف مره ماشي، لكن لما تقعد بقى وتتفرج تلاقيه ماتش نار، ماتش فظيع، كوره على اعلى مستوى واداء جميل جدا من المنتخبين. هذه ميزه يورو 2012 انها باديه قويه. دايما بدايات البطوله بالذات الجوله الاولى بتبقى يعني المهم تكسب وخلاص، تاخد 3 بونت عشان المهم ايه تعدي بس الدور ده، عشان من المفاجآت اللي بتحصل. ومن اول بقى ايه المباريات بقى الحاسمه يبقى العمليه بقى ايه هات وخد، فيها قوه بقى وفيها شراسه وبتلعب بكل الاوراق والكلام ده كله. لكن المره دي باديه قويه جدا. تشيك روسيا، مين يتوقع ان روسيا تكسب التشيك 4-1؟ النهارده تبدا الجوله الثانيه اللي هي بتبقى الجوله الثانيه دي اسمها ايه؟ بتاعت ظهور المعالم، الفرق اللي هتطلع، الفرق اللي هتصعد. يعني النهارده مباراه بولندا وروسيا، بولندا وروسيا النهارده هتبين. المباراه الاولى لبولندا مع اليونان 1-1، روسيا غلبت التشيك 4-1. فالنهارده بقى ايه المعالم؟ سيبكم من الكلام السياسه وبتاع والمشاكل السياسيه اللي بين بولندا وروسيا الكلام ده، خلينا نتكلم كوره. النهارده المعالم هتظهر، مين بقى اللي هيصعد ومين اللي هيأجل للجوله الثالثه. يعني النهارده روسيا كسبت صعدت خلاص، ليها مكان في دور الثمانيه. بولندا كسبت الى حد كبير هيبقى عندها 4 بونت، الماتش الجاي هيبقى عندها التشيك، يعني تبقى وزنت امورها بشكل كويس وخلت روسيا في موقف صعب لازم تكسب المباراه اللي بعدها. يعني الجوله الثانيه دايما بتديك معالم او مؤشرات على من سيصعد لدور ال 16، لكن لها ليست مؤشرات اكيده الا في حاله انك فزت في الجوله الاولى، بتيجي تفوز في الثانيه بيتاكد صعودك. يعني النهارده روسيا لو كسبت خلاص تاكد صعودها لدور ال 16، بغض النظر عن المباراة الثانية اللي هتبقى أمام منتخب اليونان. فبالتالي دي جولة ظهور أو المؤشرات. بكرة ألمانيا هولندا، هولندا خسرانة من الدنمارك، ما قدامهاش غير المكسب، تعادل يبقى خلاص أول فريق ودع البطولة إلى بنسبة كبيرة جدا، يعني بنسبة كبيرة جدا. يعني لو اتعادلت هولندا مع ألمانيا بنسبة كبيرة هتبقى باي باي هولندا، وتزيد حظوظ ألمانيا لأنها تبقى 4 بونت. فازت ألمانيا صعدت ويبقى باي باي هولندا رسمي، مفيش حد هيصعد للدور الثاني عنده 3 بونت. حتى لو كسب المباراه الثالثه هيبقى خلاص هولندا بره. فازت هولندا ولعت المجموعه. تخيلوا انتوا مثلا بكره البرتغال تكسب الدنمارك وهولندا تكسب المانيا، المجموعه كلها ولعت، المجموعه كلها تلاتات، يبقى الجوله الثالثه هي اللي هتحسم الامور كلها. عشان كده بقول لكم مباريات صعبه جدا، لكن بكره باذن رب العالمين مباراه ده فاينل اللي هو هيجمع ما بين هولندا والمانيا. بركات شارك في المران النهارده، وبعد كان حصل التهابات في وتر اكيلس لكن شارك في المران. دكتور ايهاب قال ان حاله بركات مطمئنه، مفيش اي مشاكل. قال كل اللي حصل ان مجموعه او شويه التهابات في وتر اكيلس فقط لا غير. هذه الصور من مران النهارده صباحا. النهارده في تمرين صبح وبعد الظهر، الفرقه بتتمرن دلوقتي، بدا المران الساعه 5 واتمرنوا النهارده الصبح. ما زالت برضو الطريقه اللي كانت موجوده ايام مستر مانويل جوزيه، هي التجمع الصباحي ده، تجمع الجميع كله بيتجمع، بيقعدوا مع بعض زي ما بنقول بيصبحوا على بعض وبيقعدوا يتكلموا ويدردشوا، جهاز مع لعيبه وبعد كده ينزلوا الملعب ليه بقى ايه الشغل والتدريب، نفس الطريقه ونفس الاسلوب اللي كان متبع سابقا. تم تقسيم اللعيبه النهارده لمجموعتين. كابتن حسام انفرد بمجموعه، وليد سليمان وعاشور وجديد وصديق وعبد الفضيل ونجيب ودومينيك وتريزيجيه، ده احد لاعبين الشباب. وتدخل الكابتن حسام في التقسيمه اكتر من مره عشان بيأكد على اللعيبه لعب الكره من لمسه واحده. المجموعه الثانيه كابتن محمد يوسف اللي كانت موجوده معاه ضمت اينو وحسين غنيم وشكري وحسين السيد وبركات واسلام محارب وعمر بسام ومحمد رزق عبد الله السعيد. في مجموعه ثالثه كانت مؤمن جابر وعبد الله عبد العظيم واحمد نبيل منجا والعش واسلام مصطفى وسعيود ومتعب والسيد حمدي. عبد الله السعيد اصابه لكنها بسيطه ليست كبيره. دكتور ايهاب
بيأكد انها اصابه خفيفه في كاحل القدم ولن تعيقه عن السفر وعن الاستمرار في التدريبات. ايضا 3 مباريات تم تحديد مواعيدها في معسكر المانيا، مباراه هتبقى 20، مباراه 23، مباراه 27، مباراه 20 23 27، 3 مباريات اللي هيتفق عليهم الجهاز الفني. واعتقد ان اداره القناه استاذ محمود البط يعني بيحاول الى حد كبير ان تكون هذه المباريات مذاعه على قناه النادي الاهلي. هناك محاولات ان شاء الله، بس لما يتم تحديد مثلا اسامي الفرق ومواعيدها والكلام ده يدخل في اتصالات مباشره ان شاء الله عشان تتابعوا هذه المباريات على الهواء في قناه النادي الاهلي باذن الله تعالى، ولكن بس لما تتضح معالم هذه المباريات. الجهاز الفني للنادي الاهلي طالب ان يكون شريف اكرامي معاه في معسكر تركيا، واتفق الطرفان كابتن حسام مع برادلي على ان شريف اكرامي يكون معاه. واضح القصه في المنتخب بوضوح ان الحارس الاول ما زال هو عصام الحضري، هو الحارس الاول لمنتخب مصر، وان الحضري هو الاساسي، وهذه قناعات مستر برادلي وكابتن زكي عبد الفتاح، وان الحارس رقم 2 هو احمد الشناوي. دي واضح هذه هي القناعات المدير الفني لمنتخب مصر. فالكابتن حسام قال لهم احنا ناخد شريف اكرامي معانا لان المباراه القادمه مع افريقيا الوسطى الحضري هيلعب واحمد الشناوي هيقعد احتياطي، يبقى بالتالي ممكن النادي الاهلي يستفيد بشريف اكرامي في المعسكر في تركيا. الجانب الاخر برضو شيء جيد، في تفاهم بين الجهاز الفني منتخبنا الوطني والجهاز الفني للنادي الاهلي، وهذه من ابرز مميزات برادلي. مفيش مشاكل، مفيش تعنت، مفيش اي حاجه، راجل فعلا يعني ربنا يكرمه. انا اتمنى له يا رب كل التوفيق ان شاء الله لانه يستحق. الاهلي كابتن حسام لا كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان مصير سعيود معانا هيتقرر من خلال معسكر تركيا، ومستواه وادائه في المباريات الوديه وادائه في المعسكر هو اللي هيخلينا ناخد قرار. انتوا عارفين ان الاهلي لا يحق له سوى قيد 3 لاعبين افارقه. عند النادي الاهلي دلوقتي اوسوكونان، ادي 1 2 جونيور 3 دومينيك 4 امير سعيود. في واحد لازم يمشي طبعا، اوسوكونان لا، لان اوسوكونان جه ده لسه الاهلي متعاقد معاه، يبقى في واحد هيمشي. دومينيك لا، انا بقول لكم دومينيك لا، يبقى اوسوكونان ودومينيك. في واحد بقى هيتأيد، يا جونيور يا سعيود بس. يعني دومينيك طبعا موجود لعيب هايل، دومينيك ده لعيب هايل بمعنى كلمه هايل. وفي اوسوكونان ادي 2 ناقص 1، يا جونيور يا سعيد، واحد منهم بقى اللي هيقعد. اعتقد والله اعلم، والله اعلم طبعا، هذه رؤيه الجهاز الفني ان جونيور هو اللي هيمشي. دي وجهه نظر ان جونيور اللي هيمشي وسعيود سيبقى، فدي وجهه نظري. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ بيؤكد ان موقف سعيود هيتحدد من خلال معسكر تركيا ومستواه وادائه في المباريات الوديه. كلام برضو بيتقال داخل بيقولوا كابتن سيد عبد الحفيظ ان في لجنه الكره بتدرس مصير عفروتو محمد سمير. بيقول ان محمد سمير شكله هيكمل في سموحه، محمد سمير واضح انه هيكمل في سموحه، لكن عفروتو لسه ما فيش قرار نهائي بخصوصه. الجهاز الفني قرر ان في 3 يتخلفوا عن معسكر تركيا، عبد الله عبد العظيم وحسين غنيم ومحمد الشامي. السبب هو لعدم انتهاء اجراءات التجنيد الخاصه بيهم. متعب بيتكلم بيقول انا مش خاين وسارد على الحاقدين في الملعب. قال انا متعود على كده من الكلام اللي بيتقال ده، وقال ان البعض يحاول استغلال حزنه لعدم المشاركه في مباراه موزمبيق رغم انه كان بالفعل حزينا لان كل لاعب يتمنى ان يكون اساسيا، ولكن ليس هذا مبرر كما يردد البعض للاعتراض. وقال لي ان دايما انا في الفتره الاخيره بتلاحقني اشاعات وكلام من ده، ولكن مش هبص ومش هتابع مثل هذه الامور وهرد في الملعب. عماد متعب قرر مقاضاة احد المواقع الالكترونيه بعدما ادعى تواجد اللاعب الدولي مؤخرا في صاله ديسكو في شرم الشيخ وتشاجره هناك مع بعض الاشخاص، وكأن متعب ده فتوه. انا حاسس ان متعب فتوه، يعني متعب مسك في واحد في المهندسين واتخانقوا وعملوا مش عارف ايه، متعب في ناس اتلمت عليه وكأن عماد متعب يعني انا بحس في الفتره الاخيره انه اتقلب ليه
فتوة، مش عماد متعب اللي انا اعرفه. يعني في كلام كتير وشيء غريب جدا. يعني بيقول ان احد المواقع كتبت عليه انه كان في احد صالات الديسكو في شرم الشيخ وتشاجر مع بعض الاشخاص، يعني زي ما لكم بيقولوا ايه، بيجر شكل او عمل ايه. طبعا شيء غريب جدا. اول حاجه موجود في صاله ديسكو، مش موجود في صاله ديسكو، هذه حريه شخصيه. حلال حرام مش بتاعتنا، شيء ما يخصناش، يخصه هو. موجود في صاله ديسكو دي بتاعته هو، هذه حريته الشخصيه، يعمل اللي هو عايزه، هو اللي مسؤول عن نفسه. مش احنا اللي هنبقى مسؤولين على عماد متعب، او مش احنا اللي هنشتغل مخبرين نمشي ورا عماد متعب ونفضل نقول عماد متعب كان في ديسكو، عماد متعب كان في مش عارف فين. هو حر، هو حر في حياته الشخصيه، هو حر فيها. الناس اللي تقول لك طب ما حرام، مالكش دعوه، ربنا يحاسبه هو مش هيحاسبك انت، شيء ما يخصكش. فبالتالي احنا عايزين نفرق. عماد متعب احنا لينا احنا ملعب، تشوفه في الملعب بيأدي كويس، ماشي كويس، بيلعب، بيجيب اجوال، بيتمرن كويس، مفيش مشاكل، ملتزم اخلاقيا، كل ده تمام، خلاص. بيروح بقى ديسكو ما يروحش ديسكو، هو حر. انا يعني مش هنشتغل مخبرين ورا عماد متعب ان احنا نقول ان متعب في ديسكو، حتى كان موجود او مش موجود، دي حاجه ما تخصناش. حياته الشخصيه هو حر فيها. بس فيعني شايف ان احنا عماد متعب او غيره في كلام على لعيبه تانية مش في الاهلي اتقال عليها كلام كتير، ومش عارف مين اللي فين ومين اللي كان مش عارف بيشيش والله هو بيدمر في نفسه. لو كان ده بيحصل هو بيدمر في نفسه، مش بيدمر فيك ولا فيك، بيدمر في نفسه، بيضيع نفسه. فالقصه احنا عايزين يعني يعني نفرق بين الحاجتين، دي حاجه ودي حاجه.